رئيس إيران، كنت أظن أن الرجل عاقل وأعطى إيحاء للرأي العالمي بأكمله. ماذا أعطى؟ أعطى إيحاء بأن روحاني ليس هو نجاة، صح ولا لا؟ ولكن ظهر أنه عندما خطب منذ يومين أو ثلاثة قال بأن إيران ستدافع على مراقد الشيعة. السؤال المطروح أنا أطرحه للعلم، لا أطرحه نكاية في هذا أو ذاك، أطرحه للعلم. مراقد الشيعة التي ستدافع عنها متى كانت؟ متى كانت؟ كانت منذ مقتل الحسين، صح ولا لا؟ من الذي حافظ على المراقد؟ الكاظمية والأعظمية والعسكرية. من الذي حافظ عليها؟ السنة. السنة هم الذين حافظوا عليها. أنا العبد الضعيف ذهبت إلى بغداد في حرب الخليج الأولى، وذهبت إلى الأعظمية وإلى الكاظمية، وذهبت إلى مراقد هؤلاء الأئمة، ورأيت الناس كلهم يعني، حتى أن الذي أخذ منا صورة تاع احنا كنا يعني نصوروا الأحداث، يعني طيارات وإلى آخره، أخذ منا، دخلنا إلى ثكنة عسكرية يسموه عبد الحسين، شيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مكان يعرف بمشهد الكاظمين عليهم السلام. هذا المشهد يمثل يعني ملجأ الزوار وقبلة الزائرين والعشاق لأهل البيت عليهم السلام. مدفون فيه الإمام الكاظم عليه السلام، وهو الإمام السابع من أئمة أهل البيت، والإمام الجواد وهو الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهم أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمير المؤمنين وأمهم فاطمة عليه السلام. يعني احنا هنا موجودين مع الإمام السابع والتاسع عند إخوان نعم. الشيعة. في كربلاء الإمام الثالث اللي الإمام الحسين عليه السلام، في سامراء أيضا الإمام العاشر والحادي عشر، وفي النجف والإمام أمير المؤمنين هو أول الأئمة عليهم السلام. ففي العراق هناك يعني هذه الأماكن المقدسة الأئمة المعصومين. هناك أماكن أخرى مقدسة ولكن من أولاد الأئمة كالعباس عليه السلام الذي استشهد في معركة الطف. هذا المقام تم بناؤه إمتى؟ هذا المقام البناء الحالي بني، يعني البناء الحالي بني في سنة 926 وما زال قائما على هذا الشكل. الزينة دي وهذه القرنصات وكل نعم. هذه الأشياء حديثة أم قديمة؟ كلها قديمة كلها قديمة. ولكن طبعا أجريت بعض الصيانة والإجراءات. يعني تشوف هذه الكتيبة مثلا، هذه الكتيبة بنيت مع المقام، يعني اللي هي 526 اللي هي هاي. إنما أكيد هذا العمل المبدع يعني في الفن بتاعه خد وقت طويل في البناء. طبعا هو يعني الأساس فتحوا أساس البناء سنة 926 وختم العمل في سنة 935، يعني معناته تقريبا 9 سنوات إلى الآن. طبعا الفنانين والمعماريين كذا يعني وضعوا كل خبرتهم وفنهم وكذا في هذا المكان المقدس، وحاولوا أن يخلون المكان يسموه المكان الجامع المتناظر. البناء الوحيد بالعتبات المقدسة فيه قبتين و4 منائر. القبتين بصراحة يعني لو الكاميرا تجيب القباب تحف معمارية. طبعا هاي القبتين طبعا معمولة بالمينا، والمينا خاصة هاي. هذا أيضا عمرها جدا طويل وهي يعني أثرية ولا يمكن تعويضها في الحقيقة. هناك بعض التضرر الموجود فيها، ولكن
يعني ما يريدون يغيرون لا، اي قدمها معلم. سر جمالها. نعم، فهم محافظين على القدم مالتها. بس ممكن اكو يصير بعض التصليحات، يعني مثلا في الزجاج وكذا، يعني اكو صارت اضافات وصارت تطويرات الى ان يعني زاد عدد السكان، فاحتاجوا الى بناء صحون وبناء غرف وبناء الى اخره. في هذا الجانب من المكان يوجد جامع الجوادين. جامع الجوادين ايضا هو مسقف عبادي كبير واثري، ايضا بني مع هذا المكان. الخارج هو عباره عن صحن، زين، يسموه صحن وفيه اروقه. هذه الاواوين يسموها ايوان، كل ايوان بغرفه. سابقا كانت هذني كانت راحه الزائرين ومكان راحتهم، ياتون من طرق جميله جدا. أي. هذا السور بني سنة 1287 هجرية. أنا لا أظن إن في أي شيء يعني بالجمال ده أو طبعا قلت لك يعني الفنانين يعني وضعوا كل خبرتهم في هذا المكان، لأنه أكثر اللي بنوا في هذا المكان هو تبرع بسبب عشقه، فحب أن يوظف هذا العشق وهذا الفن فيما يعني أنت تشاهده الآن. وهذا المدخل مذهب بالكامل. هذا المدخل يسموه باب المراد. باب المراد. نعم، لمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. تأتي الناس وتستشفع بهم إلى الله سبحانه وتعالى ويتوسلون بهما إلى الله تعالى. طبعا التوسل بالله وليس بهما، هم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، اعتمادا على قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. المكان بيسع قد إيه في وقت الصلاة؟ يعني هذا الصحن الكاظم هو من أكبر الصحون في العتبات المقدسة، يعني أكثر من 10,000 متر مربع. الباب الثاني الذهبية، بها 3 أبواب رئيسية ذهبية، باب المراد